تحياتي لك. السلام عليكم أخ سامر. التحديث الجديد راح يسوي مشاكل بين الإخوان العراقيين والسوريين. ممكن نترك المشاكل. اه نزل أنت فيديو تصالح مع جميع الناس وننسى ونبدي من جديد. أخوك أمير الأسطورة. والله يا أمير ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني في لك في اللهم صل على سيدنا محمد. ما بعرف المشكلة انه هي يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني كيف وصلت عراق وسوريا المشكلة ما بعرف. يعني أنا بتمناها ما توصل لهي المرحلة، وأنا دائما بقول لا لا لا. حتى إذا بتلاحظ أنت بتروح على فيديوهاتي باليوتيوب بتلاقي إنه يعني بحكي دائما بالمقدمة تبعيتي إنه أنا ما عندي مشكلة مع شعب. يا أولاد الحلال يا أولاد الحلال، أنا ما عندي مشكلة مع شعب، والله العظيم ما عندي مشكلة مع شعب. أنا عندي مشكلة، والله أنا عندي مشكلة مع أشخاص. يعني أنا عندي مشكلة مع أشخاص، بس الأشخاص هدول من العراق. طيب هل أنا إذا كان عندي مشكلة مع يوتيوبر عراقي معناتها أنا عندي مشكلة مع أهل العراق كافة؟ يعني رجعنا لنفس الموضوع ورجع الموضوع نفسه يتكرر. ما بعرف شو بدي اقول لك يا امير، والله ما بعرف. بس اذا الشغله بتنحط علي انه انا اطلع واعتذر مثلا، بس انا عشو بدي اعتذر؟ يعني انا عشو بدي اعتذر؟ هل بدي اعتذر انه مثلا ما المشكله انه انا الكلام اللي قلته من قبل اعتذرت عليه؟ يعني انا قلت انه هذا الشيء صار على الخاص وانا بعتذر عليه يا جماعه الخير. يعني انا اسف انه انا كنت عم فضفض لرفيقي وقاعد عم بحكي لرفيقي وصارت هي القصة كلها، وطلع هداك الشخص عم يسجل. طلعت واعتذرت، قلت للناس أنا آسف. ويوم غلطت على أخوتنا بالسعودية كمان طلعت واعتذرت وقلت أنا آسف. بس يا هل ترى يا أمير أنا عشو بدي أعتذر هلأ؟ عشو اللي على شو بدي اعتذر؟ ليش انا ايمت سبيت العراق، ولا انا ايمت غلطت على العراقيين، ولا انا بالعكس دائما بنبادرهم مبادرة حلوة وبنقول اخوتنا وبلدنا الثاني وتحياتنا لإلكم والله يوفقكم والله يسعدكم. والله دائما ما بيطلع مننا الا هذا الكلام، لانه نحن مجبورين نحكي هذا الكلام. يعني حتى لو كنا يا سمح الله انه في مشاكل بيننا وبين كم يوتيوبر، بس احنا ما عندنا مشاكل مع الدولة. والله ما عندنا، قسما بالله ما عندنا مشاكل مع شعب. بس خلص هن زرعوا هي الفكرة، زرعوا موضوع داعش بروس الناس، صح. وصارت الناس تسبسب. انت هل تعلم انه اليوم جزء كبير من الناس بتاخذ فكرة انه الاي بي ان كلهم دواعش، انه السوريين كلهم دواعش. طيب ليش يا اخي انت عندك مشكلة معي عدم مؤاخذة؟ ليش لا تغلط على بلدي؟ فرجيك الشات كيف بيكون. فرجيك يعني نفتح نفرجي للعالم الشات كيف عم يكون اخي. نفتح يعني يعني الشات عم يكون جدا سيء وصار غلط على انا الطرفين. انتم بتشوفوا عندي، بالله عليكم يا اخواتي انتم مقدمين الدعم، انا برضى شي حدا يغلط على العراق؟ برضى حدا يغلط على شعب؟ انا ما عندي باللايف، ما في ليك. حضرتك موجود باللايف اخي وبتشوف اللايف تبعنا. ايمت نحن اللايف تبعنا كان فيه غلط ما بقبل انا، لكن المشرف انا وعم بحكي عم يزيل تعليقات الرجال. فنحن بالعكس والله يعني بنحبكم وبنعزكم، وبالعكس انتوا تاج على راسنا اخوتنا العراقيين، وما عندنا اي مشكله مع شعب. لا والله بالعكس، نحن عندنا مشكله مع كم شخص صار بيناتنا سوء تفاهم، صار بيناتنا مشاكل بلعبه وصلى الله وبارك. هي كل القصه. اما توصل المرحله انه تصير بين بلد وبلد، شعب وشعب، لا نحن ما بنريد لا توصل لهي المرحله، لا ابدا ابدا ابدا. بالعكس يا عمي عندكم شيء غلطوا علي خذوا راحتكم، سبوني انا، سبوا اهلي عادي، شو ما بدكم اعملوا، سبوني انا ما بزعل. بس تجوا تسبوا بلدي وتسبوا السوريين ما حلوه بالصفي. صفي يعني بالصفي خلص ما حلوه. يعني هلا اليوم انا عم شوف عدم مؤاخذه السوريين دواعش السوري. طب ليش يا اخي ليش نحن انا عدم مؤاخذه بشو اسأت لك؟ انا اسأت ليوتيوبر فلاني خلص اعتقني يا اخي. غريب يعني الموضوع، والله صراحة غريب. المشكلة انه نحن عنا بسوريا كان في اكثر من فصيل. يعني كان في فصيل الفلاني، كان في فصيل الفلاني، كان في فصيل الفلاني، كان في هاد كان في هداك.
مو شرط اذا انا حملت سلاح معناتها خلص يعني هذا الفكر هو نفسه اللي قال عنه اليوتيوبر الفلاني. ما مشكلة. بس ليك انا كثير بنبسط بهي الشغله، والله وربي شاهد علي، انا كثير بنبسط مو شوي. ليش؟ لانه يا اخي كون مظلوم ولا كون ظالم. بس يعني انا هلا انا بقول لك اياها، مظلوم كثير شغلات بتطلع عني كذب، كثير. بس بكفي انا من جواتي بعرف حالي، بكفي انا بعرف انه بعمري ما قتلت انسان ظلم، ما سكبت دم، ما بنام انا على مخدي انا ومرتاح. الحمد لله رب العالمين، امي وابوي رضيانين علي، اخواتي، الناس اللي حوالي قرايبيني، والله ولا مزعل حدا. واقسم بالله العظيم مالي اكل ليره على حدا، يعني ما في حدا له علي دين ابدا. شو بدك اكثر من هيك كون سعيد انا؟ هي الحمد لله حياتي مشيانه وعين الله علي، وحياتي حلوه وانا مبسوط فيها كثير. وخلي يكون مظلوم ولا يكون ظالم، انا قبلان اخي، انا قبلان. بالعكس والله كثير بستمتع اني بفتح بلاقي شخص عم يقول عني عن قصة انا مالي فيها، بريء منها. بس